السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل صينية رقاق زمان. يعني ايه زمان؟ يعني معمولة على البوتاجاز، مش في الفرن ولا حاجة. زمان كنا بنعملها على الباجور. تعالوا معانا نشوف هنعمل ايه. معايا كيلو لحمة مفرومة، وكيلو الا ربع بصل. معايا رقاق بلدي معمول في البيت. معايا شوربة دسمة جدا. معايا سمن وشوية زيت، ومعايا بهارات علشان هتبل بيها اللحمة. واهم حاجة الشوربة تكون دسمة. هنزل بمعلقة سمنة حلوة بلدي، هسيحها كده شوية. وبعد كده هنزل باللحمة المفرومة، هاخدها صدمة كده شوية، تتشوح شوية كده. وبعد ما هتتشوح معايا هنزل عليها التوابل عشان أشم ريحتها الأول. التوابل اللي هي بهارات لحمة، ورق لورا، حبهان مطحونين، بابريكا، فص ثوم، اللي هي جوز الطيب، وفلفل اسود وملح. وهشوحهم شويه، واول ما طبعا ما الريحه تطلع معايا هروح نازله بالبصل، وهياخد برضو التشويحه معايا. معايا هنا كيلو الا ربع بصل مع الكيلو المفروم. انا بعصج الكيلو كله زي ما اخد منه، بس انا كده هسيب المفروم يتعصج. ومعايا زي ما قلت لكم الشوربه دسمه دسمه دسمه، يعني شوربه لحمه حلوه فيها مواسير، شوربه بط بتدي نتيجه حلوه قوي قوي للرقاق. معايا هنا سمنه بلدي مسيحاها، وما تستخسرش يعني كتري السمنه، ومش قوي يعني براحتك. وانا كمان في الاخر بحط شويه زيت برضو عشان يديله قرمشه حلوه. اول واحده من الرقاق مش بشربها من تحت، لا بسيبها ناشفه واسقيها من فوق وش واحد. وابتدي بقى بعد كده كل حاجه على وشين. برضو الطبقه الاخرانيه بسقيها وش واحد، اللي بسيب الوش بس هو اللي من فوق دوت بسقيه السمنه بس، عشان لما اجي اقلبها بيكون ناشف فما يطرش معايا. وزي ما قلت لكم السوا على البوتاجاز بيخليه حلو وطري من جوه، زي الفطير بالظبط، ومقرمش من فوق ومن تحت، نتيجته هايله جدا. وبتسويه على الهادي على البوتاجاز، غير تسويته في الفرن. في الفرن بينشفه خالص وتحسي ان هو مش مستوي من جوه، لكن على البوتاجاز مع البخار بتاعته بيدي نتيجة حلوة قوي. انا كده حطيت 4 طبقات، وبنزل باللحمة المقدار اللي انا عايزاه خالص، وبوزعه كده، ما باجيش على الاخر قوي. وحطي اللحمة اللي انتي عايزاها. وزمان والله كنا ساعات نعملها سادة برضو، طعمه بيبقى حلو قوي عامل زي الفطير. وكده انا حطيت خلاص ال4 طبقات واللحمة المفرومة المعصجة، وهبتدي احط ال4 طبقات التانيين. ده متهيألي اخر طبقة معايا، اللي هو عملت وش واحد، واللي فوق الوش ده بحط سمنة بس، ما بخليهوش ما بسقهوش يعني. واحط فوق الوش كمان شوية زيت، وما اوريكيش بقى على القرمشة هتحصل ايه. برضو في زيت كده بينزل على الجناب. وهبتدي اسويه على البوتاجاز عادي، واقعد الف في الصينية كويس جدا. واول ما الصينية تشكشك كده معايا، بعرف ان الوش من تحت استوى. تشكشك يعني بتتحرك معايا في الصينية رايح جاي. هبتدي بقى انزلها على الوش التاني، وقبل ما انزلها هدهن برضو شوية سمنة حلوين برضو كده، عشان يبتدوا يقرمشوا معايا ويدوا القرمشه. وبصوا السوا بتاعها، مش قادره اقول لكم يا جماعه والله العظيم السوا بتاعها خطير. لا بحط بيكنج باودر ولا اللي بيقعدوا يقولوه دوت، ولا لبن ولا اي حاجه. اهم حاجه عندي الشوربه وبس. عشان كده بقول لكم صينيه رقاق بتاعه زمان. وفعلا والله من جوه كانه فطير، ومن فوق ومن تحت، الطبقه اللي فوق والطبقه اللي من تحت مقرمشه خالص معانا. وهنا انا بقطعها بالمقص، وممكن كنت الاول عادي تقطعيها قبل ما تعمليها برضو، ما بتقعدي تقلبيها ما فيش حاجه بتقع منها ولا اي حاجه. وانا بستسهل هنا المقص عن السكينه، بتقطع لي بسرعه حتى لو هي سخنه. وعايزاكم تجربوها وشوفوها. وفعلا والله والله طعم زمان وريحه زمان. بس لو كنتي بتعمليها برضو بسمنه بلدي وعلى قد امكانياتك وشويه الزيت زي ما قلت لك، بيدوها قرمشه حلو وطعم حلو مع السمنه البلدي. هاكد عليكي السمنه البلدي والشوربه الحلوه، وكل ده هيعجبكم والله لو عملتوها بالطريقه دي. انا بوريكم ان فوق مقرمشه ومن جوه طريه. ويا ريت تدعموني، واللي اول مره يشوفوا القناه يدوس لايك وسبسكرايب، واستنوني في فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.